انت خايف من بكرة؟ الخوف من المستقبل شعور كلنا بنمر بيه، يمكن لاننا مش عارفين ايه اللي مستنينا او خايفين ناخد قرارات غلط او عندنا تحديات صعبة. بس السؤال المهم، هل الخوف من بكرة هيفيدنا في حاجة؟ في الحقيقة القلق من المستقبل مش بس مش هيفيدنا، لكنه كمان ممكن يعطلنا اننا نعيش دلوقتي بسلام، لان الخوف بيخلينا نركز على اسوأ السيناريوهات، ده بدل ما نشوف بركات ربنا اللي شغال في حياتنا كل يوم. طيب ازاي يكون عندنا ايمان وثقة في خطة ربنا لينا؟ افتكر ان ربنا ماسك كل حاجة، مش مطلوب منك انك تفهم كل تفاصيل حياتك، لكن مطلوب منك تثق ان ربنا شايف الصورة الكاملة، وده يكفي. عيش الحاضر بإيمان، بكرة مش في ايدك، لكن النهاردة هو اللي تقدر تعيشه بإيمان وفرح. لو فضلت قلقان على فكرة على المستقبل هتخسر اللحظة اللي انت فيها دلوقتي. اطلب مشيئة ربنا باستمرار. الصلاة بتساعدنا نحس بالأمان لأننا بنحط حياتنا بين إيديه. لما تثق إن ربنا هو اللي بيقودك مش هتخاف من الطريق الجاي. بص وراك وافتكر اللي فات، شوف إزاي ربنا وقف جنبك قبل كده، وإزاي عداك من مواقف صعبة كتير وكان أمين معاك زمان، فأكيد مش هيسيبك في المستقبل. وزي ما الكتاب بيقول: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعد. الكلام ليك وليكي وليا. الخوف مش غلط، لكنه ما ينفعش يتحكم فيك. كل ما تحس بالخوف من بكرة افتكر ان في اله ضابط الكل هو اللي ماسك حياتك، فلا تخاف. كل ما تحس بالخوف من بكرة افتكر ان في اله ضابط الكل هو اللي ماسك حياتك، فلا تخاف.